تأجيل ما عاد شيء، طرح وطرح. هلا غالب احنا طحنا بين النظام وبين الارهاب، قهرونا. اصبح الشباب هذا واعي ويفهم، وهذه رسالة لكل العالم، لا ترامب لا ماكرون لا روسيا. ديكاز رانا ملينا منكم بحكم الكوكايين تاعكم. الشعب راه مل، الشعب راه راح، البطالة تعبت الناس. بركات الحكم العصابات. لا نريد الخمسة للتنبيه جميع الشعب المنصة على خروجهم لهذا الحراك الذي يعبر بكل سلمية وحضارية على زوال هذا العصابة التي أدت البلاد إلى هذه الفوضى، ونريد دائما المستقبل لهذه الأجيال، والكلمة لهم إن شاء الله، وشكرا. تجديد العهدة الرابعة، ضد تجديد العهدة الرابعة. لا نريد الالتفاف عن الحقوق، نحن نريد الالتفاف، لا نريد الالتفاف على مطالبنا. نحن ضد تمديد العهدة الرابعة، وسنواصل الحراك إلى غاية أن ينهض العقلاء من هذا النظام، وفعلا يحاول الشعب الجزائري بما يطلبه بصدق، ونحن مع مجلس تأسيسي نهائيا. السلام عليكم. نقول اليوم نحن في هذه المسيرة السلمية ننتظر فرصة تغيير حقيقية، نعم، عندما نشاهد هذه المسيرة نقول أن الجزائر بخير، وأن هذا الشعب بخير. سننتصر بإذن الله. رافضون للتمديد، رافضون سلمية حركة شعبية رافضون للتمديد، رافضون. ونحن سلميين، نحن نحوسوا البلاد يحكموها الشباب مثل كندا، المجر، الدول الأوروبية. مش تحكمنا فرنسا اللي من 62 من معاهدة إفيان وهي تاكل في الغاز باطل، ونحن الشعب تاع الجزائر يخلصوا فيه ويعطونا مناصب الشغل للشباب. نحوسوا على كلش نحن. ان شاء الله راهي ملاح، رانا سلميين نغزوا بعض غدوة حتى نستقيل. العصابة هذه اللي باعت البلاد، نحن ماناش مع ولاد فرنسا هذا، ونحن نطالب برحيل هذا النظام، ونطالب كيف لازمنا مرحلة انتقالية يشارك فيها جميع أطياف المجتمع الجزائري، وما يقبلوش حتى عضو من النظام الفاسد. وشكرا. وطني كما قيل الإيمان حب الوطن من الإيمان، وتوصية الشيخ العربي التبسي الشهيد الغير مقبور: عيشوا وموتوا بكرهكم لفرنسا، عيشوا وموتوا بكرهكم لفرنسا. كل من يحب فرنسا فهو عدونا،
إذا هذه البلاد التي ضحى من أجلها 1,500,000 شهيد ماتوا من أجل الحرية. اعطني حريتي اطلق يداي إنني أعطيتك ما استبقيت شيئا. اعطني حريتي اطلق يداي إنني أعطيتك. رسالتي إلى الشباب: مهما يكون الانتصار، ربما يكون الانتصار ويكون الانتصار، فالحرب سجال، يوم لنا ويوم عليهم، ولكن وجب على الشباب أن يحافظوا على أركان الدولة. جاء أحد المجندين إلى الشيخ ابن باديس وهو من تلامذته أثناء تجنيده في الحرب العالمية الثانية، يشكوه هم فرنسا التي جندته، وقال له: كيف نضحي من أجل فرنسا؟ ولكن الشيخ ابن باديس العالم البصير العالم الحكيم قال له: إن جندوا ظهورنا فبواطننا جنود الرحمن. قالها في 1939 وفي 1954 نهضة ضد الاستعمار الفرنسي. أيها الشباب كونوا كما قالت زنوبيا ملكة تدمر: نعم قيد في يد ساعد حر نبي، نعم قيد في يد ساعد حر نبي، وبئس تاج على رأس خان ذليل. وكونوا كما قالت الكاهنة أمنا أم لمزيد كاهية بنت آسف الكاهنة عندما قالت إما أن انتصر وأرسلت أبنائها إلى جيش المسلمين وقالت: أنا الملكة تعرف كيف تموت. نحن إن شاء الله مع هذا الحراك لا نيأس، بل نواصل المسير، ولكن نحافظ على أركان دولتنا. ليس لنا وطن بديل، لا يمكن أن نساهم في تخريب وطننا. يا نشو أنت رجاؤنا، وبك الصباح فقد اقترب. خذ للحياة سلاحها، وخذ الخطوب ولا تهب. اليوم رانا 15 مارس، هي الكلمة القوية التي سنقولها النظام الفاسد، العصابة الحاكمة بالقوة السالبة لإرادة الشعب. نقول لهم ارحلوا. اليوم راه يخرج الشعب كله. هذا المواطن الذي استطاع أن يكسر بسلميته أعتى جبال الجليد، واستطاع أن يكون في عند حسن ظن الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي. هذا الحراك الذي يدخل شهره الثاني بحمد الله لم تكن فيه لا ضحايا ولا إصابات ولا أمور أخرى نحن في غنى عنها. هذه المطالب التي كانت بدأت بإسقاط العهدة الخامسة، ثم تطورت إلى إصلاح النظام من الداخل وتحسين صورته حتى يستطيع أن يعبر فعلا على تطلعات هذا الشعب، وأن يوفر فعلا العدالة الاجتماعية والعدالة الإنسانية لهذا الشعب الذي ضحى كثيرا منذ سنوات عديدة ومنذ القدم ومنذ التاريخ، وخاصة في التاريخ الحديث. ولهذا نتمنى من الله عز وجل أن يتحلى الجميع بالتعقل والعقلانية والاحترام، وكذلك أن تلبى مطالب هؤلاء المواطنين التي لا تقتصر على أن تكون حياة كريمة فقط. شكرا. الأخ هشام ما كان لا إصابات ولا مشاكل، والله والحمد لله رب العالمين. ونشكر رجال الشرطة على وقفتهم والمساهمة في سلمية هذا الحراك. ونصيحة موجهة للشعب هذا، راه كاين ناس حبت تدنس هذا الحراك وتبدل المسار تاعو. نحن نطلب منكم التريث، وخاصة يا جماعة التحزب. هذه راهي مسيرة وحراك متبنيه المواطن، لا دخل الأحزاب فيه. لو كان يدخل فيه الحزبية راح ينقلب والعياذ بالله، وربي يجيب الخير للبلاد إن شاء الله.
ما قالوا حد شيء في البلاد هذه 20 سنه هما حاكمين راح يقلبوها مملكه بوتفليقيه، هذه راهي جمهوريه جزائريه. وواحد النقطه بركه تاع الحراك الشعبي، لا لركوب الحراك الشعبي. بعض الاطراف هنا في الونزه لا تركب فك الحراك الشعبي هذاك، ونعاودوها ونقولوها لا لتقطيع الحراك الشعبي ولا لركوب الحراك الشعبي ولا لجعل الحراك الشعبي وسيله لقضاء المصالح الشخصيه، ولا لجعل الحراك الشعبي وسيله من وسائل المكاسب السياسيه تاع التوجه تاعهم. هذه الحراك هذا داروا الشعب والشعب، ما لا حزب لا جمعيات. واحد اللي يكذب عليك كاينه جماعه هنا تستنى في الشعب يخرج باش دير حراك معاهم باش يركبوها، ما كانش ركوب الامواج فقط. هذه وحاجه اخرى واش راه نقول والله لا تربح، والله لا تربح، والله لا تربح، والله لا تربح. ان شاء الله تكون مسيره ان شاء الله عبر بطل جزائري كامل 48 ولايه تنسيبيه ان شاء الله وننتصر ان شاء الله يا رب.